حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلام. النهاردة هنعمل مع بعض الكنالوني الخطير بحشو خطيرة، وكمان هنعمله بعجينة الكريب الخطيرة. خلينا متفقين ان الكنالوني اصلا ده نوع من انواع الباستا، ودي ما بتبقاش موجودة غير في الماركات الكبيرة، يعني مش بنلاقيها بسهولة. فعلشان كده هنتحايل على القانون وهنعملها في البيت بعجينة الكريب. يلا بينا نشوف عجينة الكريب هتبقى عبارة عن ايه. في الخلاط هننزل ب3 كوبايات من الحليب، وبعد كده على الحليب هننزل ب3 كوبايات من الدقيق. ولازم الاول بننزل بالحليب وبعد كده بالدقيق علشان الدقيق ما يتكلكعش مننا في الخلاط اثناء ما بنضربه يعني. بعد كده هننزل ب3 بيضات. بعد كده هننزل معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، وظرف فانيليا، ظرف واحد، بجد هيخلي ريحة الكريب وطعمه خطير. بعد كده هنزل معلقة كبيرة من الزيت، ويلا بقى نضرب الكلام ده كله مع بعض. وبعد ما نضربه لازم نصفيه علشان لو في اي تكتلات من الدقيق ما تنزلش في العجينة او في السائل اللي حضرناه ده، يعني علشان يبقى عندي عجينة كده ناعمة، وده القوام المظبوط. يلا بينا نشوف هنعمل ايه كمان. طاسة على النار هندهنها بزيت، وبعد كده اول ما تبدأ تسخن معانا، مش عايزينها تسخن خالص يعني، هننزل بمغرفة كده من السائل اللي حضرناه ده، ونحاول نوزع الخليط ده على شكل دايرة، يعني على قد ما نقدر يعني. وبعد كده هسيبه لغاية ما يبدأ لون الكريب من فوق كده لونه يتغير، كده هو داخل في السوا كده تمام. بعد كده هبدأ اقلبها على الوش التاني. شايفين ازاي؟ بجد خطيرة. وبرضه هسيبها على الوش التاني كده ثانيتين على النار علشان تستوي كويس معانا. شايفين كده تمام. يلا بقى نرفعها من على النار ونكمل باقي الكمية. وده شكل الكريب بعد ما خلصت كل الكمية اللي كانت معايا، بجد خطيرة. شايفين الفطيرة بجد خطيرة، مش بتتقطع معانا ولا اي حاجة، بجد خطيرة. يلا بقى نكمل باقي الوصفة. دلوقتي هنعمل البشاميل اللي هنحطه على الكنالوني. معايا هنا 5 كوبايات من الحليب، هننزل عليهم ب5 معالق كبار من الدقيق، وكل ده على البارد، انا مش حطاهم على النار، يعني انا لسه ما شغلتش النار. بعد ما هدوب الدقيق كده في الحليب، هبدأ بقى ارفعهم على نار هادية. بعد كده هيكون معايا 3 وحدات من الجبنة المثلثات مع معلقة كبيرة من القشطة او وش اللبن، وهنزل بيهم كده على اللبن وابدأ ادوبهم كويس. بعد كده هنزل بمكعب من المرقة، وبصلاية فيها 3 وحدات من القرنفل، بجد بتخلي طعم البشاميل خطيرة. بعد كده هنزل برشة من الفلفل الاسود، ونظبط الملح، وطبعا منكترش علشان احنا حاطين مكعب مرقة. بعد كده هنزل برشة من جوز الطيب، وممكن نستبدل جوز الطيب برشة من القرفة على حسب ما انتي ما بتحبي ايه. وابدأ بعد كده اقلب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما البشاميل يبدأ يتقل معانا ويستوي معانا كويس. شايفين ازاي قوامه بدأ يتقل كده كده تمام. بصوا بقى، ده القوام المظبوط، وبكده يبقى البشاميل جاهز معانا. يلا بقى نركنه على جنب ونجهز الحشوة اللي معانا. طاسة على النار هسيبها تسخن من غير اي مادة دهنية، هنزل على طول باللحمة المفرومة، وبعد كده ابدأ اوزع اللحمة كويس في الطاسة علشان عايزاها تاخد صدمة. بعد كده هنزل عليها برشة من الفلفل الاسود، ورشة سكر، وورق لورا او ورق غار، يعني زي ما انتوا بتقولوا عندي. بعد كده هبدأ اشوح اللحمة كويس. بصوا هنا بوريكم ان هي ما لزقتش، وبدأت تنزل الدهون اللي فيها، وهي هتبدأ تستوي في الدهون اللي نزلت منها. بعد ما هشوح اللحمة كده ويبدأ لون اللحمة كله يتغير، هيكون معايا بصلاية كبيرة مفرومة في الكبة، هنزل بيها على اللحمة. انا هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليها ببصلاية كبيرة
من البصل المفرومة، يعني بصلاية كبيرة مفرومة. هنزل بالبصلاية على طول كده على اللحمة وابدأ اشوحها مع اللحمة. بعد كده هنزل بفصين من التوم المفرومين، وبعد كده هيكون معايا جزراية مع وحدتين من الفلفل الالوان، ضربتهم كويس في الكبة وهنزل بيهم على اللحمة. بجد عايزة اقول لكم ان الخضار ده بيخلي طعم اللحمة خطير، وطبعا بيزود من القيمة الغذائية بتاعت اللحمة المتعصجة يعني. وبجد شوفولي الالوان بجد خطيرة. ويلا بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا ونظبط بهاراتنا. عبارة عن ايه البهارات؟ يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا رشة من 7 بهارات، والملح طبعا نظبط الملح كويس. وبعد كده هنزل برشة من الحبهان البودر، ونقلب الكلام ده كله مع بعض، وهسيب اللحمة على نار هادية لغاية ما تشرب المية اللي نزلت من الخضار. يعني في سوائل كده هسيبها على نار هادية لغاية ما السوائل دي كلها تختفي، وكمان اللحمة تحمر وتستوي كويس. وهنا كانت اللحمة استوت تماما، وادي البشاميل اللي جاهزة معانا. يلا بقى نرفع البصلاية اللي في البشاميل، وهنا الكريب معانا جاهز او الكانيلوني. ويلا بقى نبدأ نلف الكانيلوني، بس قبل ما نلف الكانيلوني لازم نجيب الصينية اللي هنرص فيها ونحط طبقة حلوة كده من البشاميل. ويلا بقى بينا نبدأ نلف الكانيلوني. بنجيب الكانيلوني بالشكل ده ونبدأ نحشيه باللحمة، وبعد كده ألم الجوانب، وبعد كده نبدأ نلف رول. ولازم نقفل الجوانب كويس علشان خاطر الحشو ما يقعش منها. كده تمام. ويلا بقى نرص في الصينية بتاعتنا. وبعد ما نخلص الكمية كلها هننزل بعد كده بمعلقة كبيرة من الصلصة، ونبدأ ندهنها كويس بالفرشة. بعد ما دهنا الكنالوني كويس بالصلصة يعني، يلا بقى نبدأ ننزل بطبقة من البشاميل. وطبعا ما بنكترش من طبقة البشاميل زي المكرونة يعني، هي يدوب تبقى طبقة كده خفيفة بحيث ان طبقة الصلصة بتبقى باينة تحتها. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن طبعا. وبعد كده على وش البشاميل هننزل بالجبنة الموتزاريلا، وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن. ويلا بقى ناخد الصينية الجامدة دي على الفرن. وده شكلها بعد ما بيطلع، طبعا اول ما الوش ما بيحمر بالشكل ده يبقى هي كده تمام. ولازم نسيبها تهدى خالص قبل ما نبدأ نقدم الكنالوني في الأطباق. وده بقى شكل الكنالوني بعد ما طلعناه وهنقدمه في الطبق. شايفين الجمال؟ وصوص البشاميل اللي عليه خطير. تعالوا بقى نقطع من جوه الكنالوني ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. بجد تحفة، بجد جربوها وانا واثقة ان هي هتعجبكم. وده يا حبايبي كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ياريت لايك كتير وشير كتير، وما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوة، واستنوني في وصفات جاية كتير. باي باي.